صباح الفل. احنا في آخر السنة الدراسية على أبواب أهم امتحانين للتلاميذ، اللي هو امتحان شهادة المتوسط وامتحان شهادة البكالوريا. إن شاء الله يوفق أولادنا إلى النجاح. كاين واحد الخطأ يرتكبوه التلاميذ والطلبة، اللي هو المراجعة ليلا. تلقى الطالب تلقاه يوم كامل وهو ممكن يتجول ويحوس، تجي 9 مساء يبدا يحكم الكتاب والكراس تاعو ويبدا يراجع ويبدا يحفظ. هذا اكبر خطأ. نقول لك وعلاه. اول شيء، الوظائف تاع الجسم وتاع الغدد تاعنا تكون نشطة في النهار. بعد غروب الشمس تبدأ هذه الوظائف والهرمونات في انها تقل. هرمونات النشاط والقوة تبدأ تقل في الليل، وتبدأ هرمونات الخمول والنوم. هرمونات الخمول والنوم مثل الميلاتونين، ولكن للأسف الشديد لما تلقى الإضاءة ما يفرزش الميلاتونين. وكان الغدد تاع النشاط، الغدد تاع النشاط كما الغدة الدرقية، كما الكورتيزول، كما الأدرينالين، كما الدوبامين. هذه هرمون التحفيز، هرمون النشاط والقوة. التستوستيرون كذلك هرمون النشاط والقوة. الكورتيزول هرمون النشاط والقوة. الأدرينالين هرمون التركيز. هرمونات هذه كلها الغدد تبدأ تنشط بعد صلاة الفجر. من بداية صلاة الفجر تبدأ هذه الهرمونات تنشط. علاه تنشط؟ باه تهيئ لجسم الانسان باه يقدر يعمل العمل تاعو بكل قوه ونشاط وتركيز. لما التلميذ او الطالب لما يذاكر ليلا، شوف وش حيخسر. اول حاجه الجسم يطلب الراحه وهو ما يخليش يرتاح. دونك يفرصي او يضغط على الاعصاب تاعو، يضغط عليهم بطريقه بحيث يعتقد انه قاعد يثبت في المعلومات وهو ما يثبتش في المعلومات، لانه تلك الذاكره هي ذاكره مؤقته، ما تقدرش تبقى تحافظ على نفس المعلومات اللي على مدى الطويل. ولهذا تلقى روحك من بعد تنسى مباشرة. وللأسف الشديد لما يسهر الطالب إلى ساعة متأخرة، الواحدة الساعتين تاع الليل، بعد ذلك يرقد. لما يرقد حتى 10 صباحا، شوف الخسارة اللي خسرها. أول حاجة الفترة الصباحية هي فترة النشاط وبداية اليوم، تكون فيها الذاكرة قوية، تلقى فيها النشاط، تلقى الهرمونات طالعين اللي ذكرناهم، باه يستغلهم، باه يقدر يقرأ بكل نشاط ويقدر يثبت المعلومات، يروح هو يقضاها في النوم. وهنا الجسم يدخل في حالة اختلال واضطراب. وين من بعد الطالب او التلميذ لما يستيقظ هو خامل تماما، وما يقدرش حتى في النهار يقدر يزاول الدراسه تاعو، ولا يقدر يقرا، ولا يقدر يركز. وهنا تختل المنظومه العصبيه عنده. ولهذا نصيحه للطلبه والتلاميذ: حبسوا الدراسه على 10 مساء، لازم ترقد. وتحب استيقظ باكرا، استيقظ 5 صباحا، تقدر تستيقظ وتقدر تسترجع جميع المعلومات وانت في غاية النشاط صباحا. هذه خطأ كبير. وانا ننصح الاباء والامهات اللي عندهم ابناء من هذا النوع، اذا ما حبوش يستجيبوا لهذه النصيحة، يروح للعداد الرئيسي والقاطعة الرئيسية للبيت، ويهبطها على 10 مساء حتى يروح يرقد، ومن بعدك يروح يطلع على العداد الرئيسي. هكذا كان يقوم أبي رحمه الله لما كنا نعمل الفوضى في البيت في الليل. ما كانش يكسر راسه، يروح للعداد مباشرة، يقفلوا، الدنيا تظلام، الناس كل تحكم بالله يصح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.